زيزو. الغريبة ان كانت في الاول لازم نمضي مع زيزو ونستقبل زيزو، وزيزو مش عارف ايه. المشكلة ان في ناس مصدقة الموضوع ان هو يقول لك افضل لاعب في مصر. يا جدعان مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها افضل لاعب في مصر. في ممكن من افضل اللعيبة اللي في مصر. يعني زي عندك في الدوري الانجليزي، ما ينفعش اقول لصلاح افضل لاعب في الدوري الانجليزي، لان هو بيقول لك مثلا ايه، بيقول لك لاعب الشهر في الدوري الانجليزي. ليه؟ لانه عمل شهر حلو، لعب 4 مباريات مثلا في الشهر، عمل مباراة حلوه، سموه لا افضل لاعب في الشهر. مفيش حاجة اسمها افضل لاعب في الدوري الانجليزي. تمام كده؟ لما تيجي تقارن ما تقارنش انا لاعب مثلا انا بلعب احسن من حسين الشحات مثلا، او افضل منه. انا ما مقارنش بكده، انا اقارن مثلا هو حسين الشحات عمل ايه، او مثلا امام عاشور عمل ايه مع النادي الاهلي. لما تقارن مثلا اقول لك زيزو من افضل اللعيبه اللي موجوده في الزمالك. ما انت ما تقللش من فريقك ومن لعيبتك، انت تقلل. انت يعني لما اجيب لك مثلا زيزو، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، تمام، اللي انت انا بالنسبه لي يعني انا ما اعرفش الباقي. هجيب ال3 دول، وهجيب لك يا سيدي 3 من الاهلي، تمام. هجيب لك مين؟ امام عاشور، مروان عطيه، خلينا في المصريين، سيبك من وسام علي، خلينا في المصريين، حسين الشحات. لو قارنتك دول وقارنت دول، هتقول لا زيزو ناصر ماهر وعبد الله السعيد كسبوك انت في السوبر الافريقي. طيب ماشي. امام عاشور وحسين الشحات ومروان كسبوك في السوبر المصري. طيب ماشي. امام عاشور مروان وحسين الشحات لعبوا في الانتر كونتيننتال وكسبوا العين 3-0. مش انا هحسبها لك كده اهو، انت بتقارن اهو، تمام. هو انا بحب، انا لما بحب النادي، انا اللي بحب النادي. هو مش في حاجه اسمها تضحيه، ان انا مثلا عايز العب في النادي ده. في ناس بتضحي او بتتنازل عن المستحقات بتاعتها عشان العب. هو انا لو بحبك انت بجمهورك بالنادي بتاعي اللي انا بحبه، مش لازم ان انا اضحي؟ مش لازم ان انا ابص لنفسي شوية؟ لا، انا ابص للنادي بتاعي. لا خلاص، انا همضي معاكم اربع سنين، 4 مواسم، مش ان انا امضي كل موسم سنة بسنة، سنة بسنة، وكل يوم في الحدوتة دي. مشكلة ان في ناس انا بشوفها في التعليقات يقول لك لو عايز مليار ادوله، ده احسن لاعب في الزمالك، ده ما فيش غيره. هي دي الاسطوانة اللي احنا حافظينها. المشكلة ان في الناس دي ما تعرفش عقولها فين. انا ما تعرفش عقولها فين. انا مثلا لما جالي عرض من فريق بره، مثلا فريق عربي او فريق اوروبي، مثلا 3 4 مليون، قال لك طب ما بيعوش ليه واجيب مكانه صفقات احسن منه بمراحل. يا سيدي مش افضل منه عشان دماغك ما تزعلش، افضل يعني افضل في مركزه، تعرف تسد في مركزه، اجيب لك لاعبين 3 عشان دماغك ما تزعلش يعني. انا ليه ما بفكرش في الحتة دي؟ ليه ان انا اتمسك بلاعب، تمام، هو بيعذبني بيعذبني في المفاوضات. انا عايز افاوضه يعني، يا جدع انت، انا عايزك تمضي لي. لا انا عايز 50 مليون. عايز 50 مليون، ايوه عايز 50 مليون يا عم. لا، وانت لما اللي بيمشي من الزمالك مثلا بتشتم اهله وتلعن سلسفينه في الارض. ليه؟ عشان ساب الله. بتدور على اللي ورا، اللي انت بتشوفه ايه حصل ورا. هو لما امام طلع مع احمد مع كابتن احمد شوبير، ليه ما حدش طلع وكذب امام لما قال ان انا اتصلت بالمسؤولين بتوع الزمالك عشان ارجع الزمالك ومحدش رد عليا؟ ليه ما طلع؟ محدش طلع كده من الناس التقيلة وقال لك لا امام ده كذاب؟ ليه ما طلعتش؟ انت كواحد بتشجع النادي بتاعك، ليه ما دورتش هو ازاي الراجل ده مشي واتكلم ومفيش حد رد عليه؟ ليه ما فكرتش في دي؟ ليه ما فكرتش ان اللاعب ده مثلا عايز يستمر في النادي، يمضي سنة بسنة؟ ليه ما فكرتش في دي؟ ليه؟ هو انت ولما تفكر انت مثلا لا افضل لاعب في مصر،
طب ما هي التركيبه بتاعت دماغك ماشي، افضل لاعب في مصر ماشي يا عم، وافضل لاعب في العالم. هو بيحب النادي بتاعه زي ما انت بتقول، واحنا بنحبه ومش عارف، هو محترم. هو محترم جدا وبعيد من الكلام ده. بس انا لما امضي مع نادي بحبه، تمام. هو الشناوي لما تنازل عن مستحقات كتير، وتنازل على رفض عروض كتير، وكانت ضعف اضعاف المبلغ اللي هو بياخده في النادي الاهلي، في ناس طلعت وشككت في كلامه واتريقت عليه، قال لك لا هو ده حد هيتعاقد معاه؟ مين اللي هيدفع الفلوس دي في الشناوي؟ الشناوي كبر يابا، مين اللي هيدفع فيه الفلوس؟ طيب، الراجل ده رفض واستمر مع النادي بتاعه عشان بيحب الاهلي. الراجل ده بيمضي على شيك بياض. ها؟ عارف ليه؟ عشان بيحب النادي الاهلي. انا عايز النادي الاهلي يا جدع، انا عايز النادي بتاعي، سيبك من النادي الاهلي والزمالك، سيبك من دي. هو انا لما انا بحب، لما انا بشجع الاهلي اهو، تمام. بشجعه ليه وانا بستفاد منه بحاجه؟ ما بستفادش، بس انا بحبه يا اخي. انا بعشق النادي ده، بحبه. ما بستفادش بحاجه. ما هو انت كمشجع برضو انت ما بتستفادش بحاجه، صح كده؟ انت دلوقتي بتشوف اللاعب ده بيمضي سنه بسنه، ما اعترضتش ليه وقلت الكلام خلاص يا عم، ما دام عايز يمشي مشوه. هو معلش، انا يعني كمسؤول مثلا اتمسك بيه عشان الجمهور عايزه، ولا اتمسك بيه عشان انا عايزه؟ ما هي تفرق، هي تفرق. امام عاشور، انا الواحد يقول الحق حتى لو عليه. امام عاشور مش جماهير الزمان، جماهير الاهلي شتمته، شتمته اول ما سمعت خبر انضمام امام عاشور للنادي الاهلي. حصل ولا ما حصل؟ والله حصل. انا اهلاوي وانا بقول لك اهو، ان الجماهير الاهلاويه شتمت امام عاشور قبل انضمامه للاهلي. اداره النادي الاهلي ما فكرتش ليه في الجمهور ان هو كان زعلان ويرفض رجوع العوده دي؟ يرفض امام، خلاص الجماهير زعلانه. فكرت في مصلحه النادي، هو ده الفرق. انا فكرت في مصلحة النادي، اللي هي ان انا عايز النادي الاهلي يتقدم، انا محتاج امام عاشور، خلاص هاته، تمام. ان انا اكسب بيه، انا داخل على كاس عالم الانديه، وداخل على انتر كونتيننتال، وكان معايا ابطال افريقيا، وكان معايا كان معايا بطولات كتيره، وكان معايا، لازم استمر. انا محتاج ان انا صانع العاب، محتاج امام عاشور، محتاج لاعب جوكر في النادي الاهلي، صح كده؟ ليه ما فكرتش انا ان الجماهير لما زعلت اراضيها وارفض الصفقه بتاعت امها؟ معلش يعني، هو مين كان مقتنع بموديست؟ ما الغلطات دي، ما هي الغلطات دي وارده، اي حد بيغلط، اي حد بيغلط. مفيش صفقه بتيجي ان انا مكشوف عني الحجاب هشوفها اقول لك الصفقه دي ممتازه هاتها لي، عشان ما نطلعش من الموضوع. بلاش يعني، خلاص انا جالي عرض، مع السلامة. عايز تمشي امشي، انما ما تشردش عليا، ما تشردش عليا. انت عايزني، خلاص انت عايزني والله يا ابني، انت شايف البلاوي اللي عندي، تمام، وورق مكشوف قدامك. ما تبصي يا عم، بصيلي كده وبصيلك عشان نجيب جون، عشان نمضي. امضي لي 4 سنين ولا 5 سنين ما دام انت بتحب النادي. ما دام انا فاضل في النادي الزمالك، ما تمضي يا عم 5 6 7 8 10 سنين، ما هو انا بحب النادي ده وهستمر فيه. امام عاشور مع احمد شوبير اللي قال لك اتمنى ليه ان انا اعتزل في النادي الاهلي. ها؟ سبحان الله. ما هو لو كل واحد بيفكر في التفكيرات اللي هو، يعني لو بيشغل دماغه ويمشيها حته حته، هيفهم فين المشكله، وهتتحل لان هي محلوله مع نفسها، تمام. انت عايز تمضي، طيب مالك ومال انا يا عم فلوس، طب خلاص يا عم، اما ده ال50 اديني يا عم 25 واعمل لي صلاحيات، ماشي. اديني يا عم 30 وانا متنازل على ال20 التاني. ها؟ ينفع؟ هينفع، هينفع، والنادي هيرحب، والجماهير هتحبك اكتر واكتر واكتر، هتحبك اكتر واكتر. عايز تمشي ما تمشيش فاضي، لا، امضي وهات العرض بتاعك، واستفاد انت وفيد النادي بتاعك. هو ده اللي انا اعرفه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، الناس طلعت
اللي هي الاعلاميين، وقال لك لا ده مين اللي هيستحق 2 مليون يورو، ده مين مش عارف ايه، والناس اتقلبت مره واحده، كانت كده مع عملت كده، اتقلبت مره واحده مع كده. مين اللي فاضي؟ يا بلاش بلاش مقارنات، وخليكوا في اللي انتوا فيه. خليكوا في اللي انتوا فيه، ركز في اللي انت فيه، ركز في ناديك. هتقول انا استفدت ايه؟ ده انت اللي بيقول لك انا استفدت ايه وما استفدتش ايه، ده سيبك منه، ده دماغه فاضيه. خليك كده انت، خليك في نفسك. بص للنادي بتاعك، ركز وافهم. افهم ليه الراجل ده انا بيمضي سنه بسنه؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى اللاعب الوحيد اللي يمضي سنه بسنه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان انت مفخمه. اعمل له كده. طول ما هو عامل كده هو هيضحك، هيتنطنط عليك. ليه؟ لانه ما فيش واحد مدلع ابنه. عايزه ايه؟ اللي يا باشا اللي عايزه هنفذه لك، اللي عايزه هنفذه لك. طول ما الجماهير راضيه، ان احنا نرضى، اللاعب ده يرضى، احنا موافقين بيك. يا اهلا مرحبا، انت عايز كام؟ عايز 100 مليون؟ هنديك احنا نستلف يا ابني، احنا نتداين ونديك 100 مليون يالا. هي المشكله الرئيسيه، هي المشكله الرئيسيه. فين الخسارة منين؟ الأهلي فاسد وحكامه والرشاوي، هو ده اللي انت ماسك لي فيه. شايف المشكلة الأساسية؟ لا يا ده لا، زيزو أفضل لاعب في العالم، أنا ماليش دعوة. لا أنا ماليش دعوة، أنا زيزو أفضل لاعب في العالم وأنا ماليش دعوة، أنا شايف كده. لا طب يا عم أنا معاك إن هو زيزو أفضل لاعب في التاريخ مش في العالم بس، والله العظيم معاك انا يعني. ليه عبد زيزو لاعب فعلا، لاعب بس من افضل اللعيبه اللي في مصر. مفيش افضل لاعب في مصر، من افضل اللعيبه اللي في مصر. في لعيبه كتير، في لعيبه كتير بتكون مؤثره في النادي بتاعها. انت لسه مهزوم من النصر الليبي، جيت في ناس طلعت قالت لك يا عمي دي مباراة ودية وشرفية ملناش دعوة بيها، احنا خلينا في الجد. جد ايه؟ جد ايه وهزار ايه؟ سايب لي المشكلة الرئيسية وماسك لي الفريق بيوجع ليه؟ يا اخي لنا الله.